السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله. الدولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعاتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ اعلموا عباد الله أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر في الصحيحين: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ذو القعدة سماها النبي، أما في الكتاب جاء إجمالا: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فرجب هو شهر من الأشهر الحرم، هذا فضله. هل هناك فضل أزيد من ذلك؟ الجواب لا. وأهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الشهر. تعظيمهم هذا الشهر نستطيع أن نحصره ب3 أمور. الأمر الأول تعظيم الاسم. الأمر الثاني الغالب أنهم لا يقاتلون، وإذا قاتلوا كانوا يتلاعبون بالأشهر ينسئون. الأمر الثالث الدعاء. هذه 3 أمور. أما الاسم فذكروا له أسماء عديدة، قالوا رجب، رجم، أصب، أصم، المعلى، الفرد، المقشقش، منسل الأسنة، منزع الأسنة، منسل الآل، شهر العتيرة، المحرم، شهر الحرام. بلغ 18 اسما من تعظيمهم لهذا الشهر، وكل اسم كما ذكر ذلك ابن رجب له دلالته الخاصة. الأمر الثاني أنهم كانوا يعتقدون حرمة القتال في هذا الشهر، ولكنهم كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كيف التلاعب هذا؟ ذكر بعض أهل العلم صورا، منهم من قال هذه السنة يجعلون محرم صفرا وصفر محرم، ومنهم من قال أنهم يزيدون شهرا على 12 شهرا حتى يتلاعبوا، ومنهم من قال يزيدون 5 أيام في كل شهر على طريق الحساب السنة الرومية، ومنهم من قال أنهم كانوا يقولون محرم ملغي، والصفر صفرين، والربيع ربيعين. هذا كله من أجل ألغوا حاجة اسمها محرم، وهكذا رجب ألغوا. تلاعب عجيب. فالله عز وجل قال زيادة في الكفر، ليس كفرا فقط، زيادة في الكفر. كما إن من الكبائر هناك أكبر الكبائر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قول الزور وشهادة الزور. هناك كبائر كثيرة، لكن هناك أكبر الكبائر، فمن أكبر الكبائر هذا وهذا وهذا. والأمر الثالث من تعظيمهم لشهر رجب: كان الرجل إذا ظلم فإنه ينتظر شهر رجب حتى يدعو الله عز وجل. وهذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف معارف. حديث كثيرة جدا ذكرت في فضل شهر رجب، ولكنها لم تثبت في فضل خاص له. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تبيين العجب: لم يرد في فضل شهر رجب في ليلة معينة ولا في صيامه ولا في صيام شيء معين منه
حديث يصلح للحجية. نأتي الآن إلى البدع والمخالفات في هذا الشهر. من المخالفات والبدع اتخاذ أول جمعة في رجب اتخاذها عيدا، وهذا الأمر قد لمح له بل سرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تعظيم يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يجري في ذكر كلام السلف فيه كأول جمعة في رجب. يعتقدون في الربيعين، ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأول وجماد الآخر، يعتقدون أن هذه الأربع الأشهر أشهر نحس، فإذا سلمت من هذه الأشهر اتخذت أول جمعة في رجب عيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، ولا طيرة ولا تشاؤم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ومنا أناس يتطيرون يتشاءمون. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يجده أحدكم في نفسه فلا يسدكم. ولما قال ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، منها أيضا ذبيحة خاصة برجب. تريد أن تذبح اذبح، تريد أن تذبح اذبح في أي شهر ما كان، حتى في شهر رجب، لكن لا تعتقد أن هناك فضلا خاصا في ذبح شهر رجب. المسألة عقدية وفقهية. أما العقدية فيعتقدون عند هذا الذبح سلامة الرأس من الأشهر الأربع النحس المتقدمة. يسمون هذه الأشهر باللتاويم، بعضهم يذكرها بالميم وبعضهم يذكرها بالنون، باللتاويم الأربعة. وهذا كما قلنا هذا اعتقاد باطل وهو شرك أصغر. التطير حكمه شرك أصغر إلا إذا اعتقدت في الشيء الذي تتشاءم منه أنه ينفع ويضر من دون الله، ارتفع إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب، هذا شيء. من الناحية الفقهية اختلف أهل العلم. جمهور العلماء قالوا إن العتيرة ذبيحة رجب كانت موجودة في أول الإسلام ثم نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول النتاج، عند أهل الجاهلية كانوا يضعوها لأصنامهم، أول نتاج الإبل فيجعلون يذبحونها لآلهتهم. ومنهم من قال إذا بلغت 100 من الإبل بعد ذلك يأخذون بكرا وينحرونها ويجعلون الآلهة. ولا عتيرة، العتيرة هي ذبيحة رجب. قال النبي: لا فرع ولا، خلاص غير موجود، أنه هذا الأمر. الحديث الثاني وهو في السنن من حديث نبيشة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل: يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية، نذبح في الجاهلية في رجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، أي شهر، حتى شهر رجب، وبروا الله وأطعموا، يعني لا تخصصوا شهرا بعينه إلا ما جاء به الدليل، مثل الهدي، مثل الأضحية، ما جاء به الدليل. خالف في ذلك الشافعية وبعض الحنابلة، وهذا القول ينسب إلى محمد بن سيرين، فقالوا إن العتيرة ما زالت محكمة غير منسوخة. دليلهم قالوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن النسائي وحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفرع العتيرة حق. واستدلوا بحديث نبيشة الهذلي في مسند الإمام أحمد وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحى وعتيرة. وحديث ضعيف في إسناد أبو رملة اسمه عامر وهو مجهول. فأجاب العلماء بأجوبة على هذا الدليل. من قال إن حديث أبي هريرة في الصحيحين في البخاري ومسلم
فهو مقدم على ما في خارج الصحيحين، وهذه طريقة معتبرة عند أهل العلم. ومنهم من قال إن أبا هريرة راوي هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة كان متأخر الإسلام، أسلم في السنة 7 من الهجرة، فإذا نص النبي كان متأخرا يدل على أن هذا ناسخ للذي قبله. ومنهم من قال إذا قلنا إن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص العتيرة حق نسخت حديث أبي هريرة، فسيكون هذا الأمر موجودا العتيرة ثم نسخ ثم جاء ناسخ ينسخ الناسخ. قالوا هذا غير معتبر في قواعد الأصول. فإذن ذبيحة رجب وتخصيصها بدعة من البدع، منها صلوات مبتدعة لو فتشت وجدتها كثيرة، لكن أشهرها صلاة الرغائب. هذا ينبني على حديث في إسناده رجل يكنى أبا الحسين اسمه علي بن عبد الله بن جهضم الصوفي، وهو كذاب، روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الرغائب في كيفية معينة، تركع 12 ركعة بين مغرب وعشاء في أول خميس من رجب، وتكون صائما في هذا الخميس، ثم بعد ذلك تقرأ في كل ركعتين سورة الفاتحة مرة، وسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل ركعتين 70 مرة. شوف، تكون قد صمت في رمضان في يوم الخميس في النهار، وبعد ذلك أفطرت، وبعد ذلك تصلي 12 بهذه الكيفية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإذا كان اليوم شديد الحر، ثم قال في آخر كلامه: إني لأغار على صوم رمضان وعلى صلاة التراويح، كيف زوحمت بهذه البدع؟ أيضا هناك صلاة أخرى اسمها صلاة أم داود، وهذا عند الشيعة، زعموا أن أم داود امرأة قد أرضعت جعفر الصادق، ثم سجن ولدها داود، فقامت في النصف من شعبان في ليلة النصف من شعبان ودعت الله وصلت صلاة معينة، ثم بعد ذلك لما انتهت من الصلاة فتح السجن دون سجان، وخرج ولدها داود إلى أن أتى إليها إلى بلدها. وهذا يدندن به الشيعة. زاد أولئك القبوريون وأضافوا إلى هذا وقالوا أيضا في رجب في أول خميس من الصلوات المبتدعة خذ أشياء كثيرة، في أول ليلة في رجب، في آخر جمعة في رجب، في يوم في رجب، حوالي 5 صلوات. في صلاة يسموها الصلاة الألفية، تصلى في رجب وفي نصف من شعبان 1000 ركعة تصلي، كلها بدع. من البدع أيضا تخصيص الاستغفار في رجب. يا أخي استغفر الله عز وجل في كل حين، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، في حديث الآخر في مسلم 100 مرة. استغفر الله، لكن تخص الاستغفار في رجب، أعوذ بالله. هذا مثل بعض الشباب اليوم يعطي أمه وردة في 21 مارس وهو عاق لها في السنة كلها، عاق في السنة كلها، لكن في 21 مارس قدم لها وردة. وزد على ذلك يأتون بصيغ معينة، منها رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا رب اغفر، هكذا يدندنون بها بين الأذان والإقامة، بعد أذان صلاة العشاء إلى الإقامة. وأعظمها لما قالوا ربي صلي على النبي العربي فارج الهم ومجل الكرب. فارج الهم ومجل الكرب ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله الذي فرج الهموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله. تسأل الله سبحانه وتعالى الفرج، ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نبي بريء كل البراءة من هذا الأمر. منها أيضا تخصيص الصوم، تخصيص الصوم في رجب. ولهذا نسمع العجائز، النساء العجائز دائما يسألنا، تقول: أنا كنت امرأة شابة مرض ولدي
فنذرت أنه في كل شهر إذا شفى الله ولدي أنني أصوم في شهر رجب. ليش في رجب؟ لأنها جاهلية قديمة، جاهلية قديمة. فإن الخرش ابن الحر قال عن عمر بن الخطاب كما مصنف أبي شيبة بسناد صحيح أنه كان يضرب بالدرة. الدرة عصا صغيرة كسر الدال، مش درة، درة، عصا صغيرة مثل الخوزران لكنها تكون قصيرة. كان يضرب أكف الناس، يضرب أكف الناس ويقول ضعوا أيديكم في الجفان لما يراهم كانوا يصومون. فقال إن هذه الأيام كانوا يعظمون أهل الجاهلية بالصيام. ثبت عن ابن عمر ما كان يرى الناس من صيام لرجب وما يعدونه كان يكره ذلك. ثبت عن ابن عباس أنه كان ينهى الناس عن تخصيص الصيام في شهر رجب. هذا كله حاصل تعظيم. بل والله قرأت قصة عجيبة، قصة عبد الله بن السلطان الذي كان قاطعا للصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شاربا للخمر لما مات جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب احضر جنازة عبد الله بن السلطان. ثم استغرب النبي من هذا ولا يعرفه النبي ولا يأتي مع الصحابة. فذهبوا إلى زوجته وعلي بن أبي طالب فأملت عليهم استغفار كان يقول في رجب فقط، سنة كلها عربيد، شراب الخمر، قاطع صلاة، لكن في رجب كان يستغفر الله، دخل الجنة. وأمر جبريل بأمر من الله أن النبي عليه الصلاة والسلام والذي يغسله ويكفنه ويصلي عليه، والرجل على طول في الجنة. انظروا كيف تنطلي هذه البدع والخرافات على بعض الناس. منها أيضا تخصيص الزيارة الرجبية. ما هي الزيارة الرجبية؟ عمرة لابد أن تكون في رجب، في أي شهر، في رجب ولا في غير رجب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين اعتمر 4 مرات، 3 في ذي القعدة وواحدة مع حجته عليه الصلاة والسلام. حديث أنس. ابن عمر قال قد اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، لكن عائشة أنكرت عليه كما في الصحيحين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قول ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فوهم منه رضي الله عنه. إذن هذا وهم، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ هذا الأمر ويظن أن في رجب زيارة معينة، وهذا من البدع، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لو عددت لك كم من البدع التي يحدثها الناس في شهر رجب لوجدت أنها كثيرة جدا، قد ذكرها كثير من أهل العلم. منها تخصيص الاعتكاف في رجب، منها تخصيص زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية في شهر رجب، منها تخصيص زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في رجب، منها تخصيص الزكاة في شهر رجب، مع أن الزكاة لا في شهر رجب ولا في شعبان ولا حتى في رمضان، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص برمضان. لكن أكثر التجار يحبون أن يخرجون في رمضان لأن حاجة الفقراء تكثر، حاجة الفقراء تكثر. ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم من يتكلم في مجالس شهر رمضان يذكر باب الزكاة، وأكثر الوعاظ وأكثر العلماء وأكثر في شهر رمضان يتكلمون عن أحكام الزكاة، لأن أكثر التجار يرون حاجة الناس في رمضان أشد. لكن لا بد أن تعلموا أن الزكاة إذا دار عليها الحول، دار عليها الحول في رجب، دار عليها الحول في شعبان، دار عليها الحول في شوال، دار عليها في أي يوم دار عليها الحول فلا تخص في هذا. منها أيضا ما سئل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن زيارة في بلاد اليمن في مسجد يقال له معاذ ابن جبل في تعز، في قرية أو مكان أو محل يقال له الجند، فيأتون ويعتقدون أن معاذ بن جبل هو الذي اختط هذا المسجد، فيأتون في كل رجب
ويعتقدون فيه اعتقادا عظيما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لم باطل. أولا لم يثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه خطط لهذا المسجد وبناه. ثانيا قال إن تخصيص هذا الشهر بصيام أو اعتكاف أو إلى غير ذلك هذا باطل، لم يرد به الشرع أن شهر رجب له خصوصية خاصة. ثالثا قال هذا شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعاتهم من فقيه أو إمام يتبع؟ من البدع أيضا الإسراء والمعراج وتخصيصه، وهذا إن شاء الله له مقام خاص، لأننا لابد أن نعرف الناس الذين يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج لم يثبت لا تاريخا ولا شرعا بالاحتفال به. حتى التاريخ اختلفوا إلى أقوال كثيرة. تحديد السنة اختلفوا في تحديد الشهر. تحديد الشهر منهم من قال ربيع أول ربيع ثاني، منهم من قال جمادى أو منهم من قال رجب، منهم من قال رمضان، منهم من قال رجب. اختلفوا حتى في الشهر. في اليوم اختلفوا، منهم من قال 12 من الشهر، منهم من قال 22 من الشهر، منهم قال 27 من الشهر. اختلفوا المؤرخون اختلفوا. يعني الإسراء ثابت، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، الآية ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في 17 حديثا في الصحيحين وخارج الصحيحين في إثبات الإسراء والمعراج. لكن التحديد التاريخ هل ثبت؟ الجواب لا. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة تعالوا سنحتفل بين المغرب والعشاء بليلة الإسراء والمعراج؟ لم يفعله رسول الله، وما وسع رسول الله يسعنا يا عباد الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله، طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ولا من عارضهم ولا من بدعهم، لا أحد يضرهم.